ازيكم عاملين ايه؟ وحشيني، مش قادره اقول لكم بجد، حقيقي وحشيني قد ايه. النهارده هعمل وصفه خفيفه وسريعه وبصدر فرخه واحد بس وصفه ايه اعظم. بجد يعني فعلا هتعجبكم قوي. انا عندي دول بقى، نقول بسم الله ونبدا كده. عندي دول حبيتين من الفلفل الرومي، ممكن يبقى الوان، بس بما اني قلت ايه هعمل حاجه من عندي كلها في التلاجة، فاللي كان موجود عندي النهارده رومي بس اخضر. هنضف بس البذور كده من قلب الفلفل، وهغسلها كمان، وهبتدي بقى ايه اقطعهم بشكل عشوائي جوليان مكعبات زي ما تحبي. انا بقى شغاله بالمقص. انا عايزه اقولك ان المقص ده ايدي، وفعلا في ايدي التانية في قلب المطبخ. بيسهل على البنات كتير اللي هي متعرفش تمسك السكينه مثلا وخايفه تعور ايديها ولا حاجه، فالمقص ده هيسهل عليكي حاجات كتير، يعني حاجه عظمه. انا كمان عايزه بجد اشكر الناس اللي دخلت سالتني على الخاص، انا ليه مش بنزل فيديوهات؟ انا موجوده والله يا جماعه، بس حقيقي ماليش بجد نفسي ان انا كنت انا اصور حاجه او انزلها، بس ان شاء الله اللي جاي احسن. ندعولي انت بس كده، اللي ربنا يثبتني كده وايه، وانزل فيديوهات باذن الله على طول، وان شاء الله اللي جاي وصفات احسن واحسن باذنك يا رب. بس بصوا بقى، انا قطعت بص الفلفل بسريع ازاي، ولا خايفه ايدي تتعور ولا حاجه بالمقص. انا بستعمله بجد في كل حاجه، احسن من السكينه وابقى خايفه اعور ايدي. بس انا كده خلاص خلصتهم. عندي ايه كمان؟ طب لو حد فيكم شك كده احنا ممكن هنعمل ايه، ينزل يكتب لي تحت في الكومنتات يعني قبل ما يكمل الفيديو. عندي كمان حبايه من البصل وسط كده، هقطعها خرطها برضو بشكل عشوائي. وخلي بالكم بقى من ايديكم يا بنات، واللي ما بيعرفش يمسك السكينه في الطريقه دي او يخرط البصل كده بلاش كده عشان ما تعوريش نفسك. وكل مره اقول لكم الكلام ده على فكره، كل ما اجي اخرط بصل اقول لكم كده، خافوا على ايديكم. بس هقطعها كلها كده خلاص. عندي بقى ايه صدر الفرخه ده، انا هنضفه من الجلد خالص، ما هنضفها من العظم. يعني شيلي كل الجلد والعظم اللي فيها ده، هياخد اللي هو ايه اللحم بس بتاع الصدر بتاع الفرخ بس. هي لسه مجمده شويه عندي، ما فكتش قوي، يعني هي لسه فيها نسبه تلج، وهي بيبقى اسهل في تقطيعها بصراحه. وبرضه هقطعها بالمقص. يعني بص، هو المقص النهارده بطل الحلقه. ابتدي برضه اقطع كده اهو. بص المقص والله بيسهل عليكي كل حاجه. يعني انا نفسي يقول لي مين بس اللي اخترع المقص ده. قطعيها برضه بشكل عشوائي كده يا بنات اهو، بس خفيفه بس كده عشان لما اجي اسويها تستوي معايا اسرع اهو. هي حد عرف هنعمل ايه؟ انزلوا اكتبوا لي في الكومنتات. طبعا انا بفصل بس شويه لان ايدي بصراحه هو تلج، يعني هي لسه مجمده، بس هي لما بتكون مجمده بيكون اسهل في تقطيعها. يعني حتى لو عايزه تعمليها بانيه جمديها شويه في الفريزر وبعدين ابتدي اقطعيها. بس خلاص كده انا قطعت الكميه بتاعتي كلها اهي زي ما انتوا شايفينها خفيفه كده عشان تستوي معايا اسرع. يلا بقى نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. دي كده صينيه سخنه وهحط فيها معلقه سمنه بلدي كده، ايه ممكن تستخدمي زيت لو حابه. وهنزل بالفراخ بتاعتي لغايه ايه ما تاخد اللون الابيض، مش هحمرها يعني، هو بس ايه تقفل المسام بتاعتها وتبص تحس ان هي بقت كلها ايه بيضه كده تبيض. بس هقلب اقلب اقلب، هتنزل ميه هي وكمان هتشربها. نجي على انا شغاله على نار عاليه عشان انا مش عايزاها تنزل ميه قوي، يعني نزلت نسبه بسيطه وشربتها بس كده خلاص. انا هبتدي بقى انزل بالبصل اللي كان معايا، انزل بالبصل وبعدين
دقيقة كده، وهنزل كمان بالفلفل زي ما قلتلك. لو حابة فلفل الوان ضيفي، لو حابة سبايسي كمان ضيفيه. بس كده. هبتدي بقى اضيف الملح، وهضيف كمان فلفل اسود، وهضيف توم باودر. يبقى انا ضفت ملح وفلفل اسود وتوم باودر، مش هضيف اي بهارات تاني. بس كده خلاص. ودي بقى وصفة ايه قمر، عرفتوها ولا لسه؟ هفضل طول الفيديو اسالكم لغايه ما تقولوا لي، وتقولوا لي كمان عرفتوا في انهي دقيقه، تكتبوا لي تحت. بس خلاص كده. بصوا هي خلاص استوت اهي، الفراخ خلاص استوت، كل حاجه فيها استوت خلاص. بس كده هطفي النار بقى واشوف هعمل ايه تاني. انا عندي برضو دي سمنه بلدي، انتي استخدمي اي ماده دهنيه انتي حباها، ما تربطيش نفسك باللي انا بعمله. لو حابه كمان زيت اعملي بيه. عندي هنا كمان هضيف 5 معالق كبار من الدقيق، 5. وهنا بقى ايه، لو كمية السمنة المادة الدهنية قليلة هتبصي تلاقي الدقيق ده هيكلكع معاكي ومش هتعرفي تحمريه كويس. وهنا طالما حطيت دقيق لازم اقلب على طول معايا، يعني مشيلش ايدي منها ابدا، عشان الدقيق بيتحمر بسرعة وهيمرر، يبقى مر شوية. وخدي بالك من الجناب عشان اللي فيها ما يتلسعش. حمريه بقى كده ايه، يعني يدوبك ان هو لونه هيغير سنة وريحة الدقيق دي تطلع، يبقى فيه ريحة كده اهو. وعلى طول بص انا ما فصلتش على فكرة خالص اهو. عندي بقى هنا ايه، كيلو ونص من اللبن. انا بعمل ده ايه، بعمل البشاميل، الصوص الابيض بشاميل. هضيف عليهم كيلو ونص لبن من التلاجة، لبن متلج. ليه بقى انا هحط لبن متلج مش هحط لبن سخن؟ لو حطيت لبن سخن الدقيق ده هيقفش، هو مع اللبن الاتنين سخنين هيقوم قافش، مش هتعرفي ايه اللي انتي تفكي الدقيق بسهولة. انا بقى ولا هحط الحاجات دي في خلاط ولا هعمل بمضرب، انا هعمل كله بمعلقة قدام عينيك اهو. علشان يعني وانا عايزة اقولك ان انتي مش لازم، لا ده انا ما عنديش مضرب، لا ما الخلاط، لا مش بايدك، يعني بشاميل في منتهى السهولة. ولا هنجيبه جاهز ولا اي حاجة، هحط مكعب مرق. وبرده مش هفصل وهوريك بالظبط، يعني مفيش حاجة هتكلكع خالص. هحط ملح وفلفل اسود وحطيت مكعب مرق بس البشاميل مش بيحتاجش توابل اكتر من كده. ولو كمان مش عايزة تحطي مكعب المرق خلاص. وكمان اللبن ممكن تضيفي نص مية ونص لبن، نص لبن نص مرقة، لو عندك مرقة شوربة يعني برضه هتبقى حلو، مش لازم لبن صافي. كل حاجة من ايدك يا ست الكل هتبقى قمر. بس كمان انا بقلب، بصوا الدقيق مفيش اي حاجة مكلكعة، وما عملتش بمضرب وما عملتش بالخلاط زي ما قلتلك، ما فصلتش اهو قدامك. انا كان عندي بقى ايه كام قطعة جبنة رومي كده في التلاجة كمان ضفتها. والجبنة الرومي يا جماعة بتخلي البشاميل بتاخده في حتة تانية خالص خالص، حقيقي والله فعلا، يعني بتديله طعم تاني. جبنة رومي مش موتزاريلا. هي الموتزاريلا مبيبقاش ليها طعم اصلا، هي الموتزاريلا بتبقى دي مطة بس، يعني ما الرومي طعمها احلى. وهي هتدوب بقى ايه، اللبن ده لما بيسخن الجبنة هتدوب معاه. يعني انت وانت بتضيفي الملح تاخدي بالك لان الجبنة الرومي بقى بتبقى حادقة، فانت تخلي بالك من الملح بتاعها. بصوا انا قربت لكم الكاميرا عشان اوريكم ان مفيش حاجة خالص مكلكعة خالص من الدقيق، واحلى من البشاميل الجاهز اللي انت بتجيبيه من بره. اعمليه على ايدك. بصوا اهو. اول بقى ما ايه ما يبتدي ان هو يتقل معاكي، طبعا انا اصلا عامله البشاميل مش تقيل، خفيف.
اهو خلاص بدأ ان هو يتقل معايا ويغلي كمان، هقوم طافية عليه. معلش هو الفيديو النهاردة طويل شوية وغير المعتاد، بس ايه، حبيت اوريكم كل تفاصيل. اهو بصي كريمي خالص. عندي كمان بقى الناحية تانية كده حلة فيها مية بتغلي، والمية تكون زيادة، وهنا فيها هحط اضيف كيلو الا ربع مكرونة قلم. يبقى كيلو الا ربع المكرونة القلم بياخد كيلو ونص من اللبن. طبعا قلنا ممكن نص مية ولبن، او مرقة ولبن زي ما تحبي. بس انا سلقت المكرونة كده، طبعا حطيت لها ملح اكيد وهي بتتسلق، قسمتها. بس في ناحية يعني اكتر شوية، يعني فالناحية اللي هي الاكتر شوية هضيف لها شوية بشاميل كده عليها. انا بحب المكرونة يبقى كلها طعمها بشاميل، فانا ضفت لها كام شوية كده وهقلبها كويس قوي اهو، عشان كل قطعة مكرونة بتاكليها كده تبقى متغلفة بالبشاميل. عندي صينية، اعملي في اي قالب اي قالب انت عايزاه، مربعة بقى مدورة زي ما تحبي، بس سويها كويس كده عشان لما تيجي تخرطي المكرونة ما تطلعش منك تتفتت كده، يبقى شكلها مش حلو. فسويها ورصيها كويس، وادي بقى ايه الفراخ اللي انا عصقتها افردها. والوصفة العظمة دي بصدر فرخة واحد بس، كان عندي طبعا من وصفة زي ما قلت لكم قبل كده متشال في الفريزر. سميها انت بقى ايه، مكرونه بشاميل بالفاهيتا بالفراخ نجريسكو اللي يعجبك سميه، المهم ان هي مكرونه بالبشاميل وهتتاكل واخر عظمه. هضيف النص التاني بقى، ده انا ما ضفتش عليه بشاميل لان انا اصلا هغطيه بالبشاميل كتير، فانا ضفت على النص اللي في اللي تحت بس. بس هساوي وهضغط كده علشان زي ما قلت لك ايه، لما تيجي تطلعي خرطه المكرونه كده تطلع خرطه واحده. بس يا بنات كده خلاص، سامحوني بقى برضو زي ما قلت لكم ان الفيديو النهارده كان طويل شويه. هضيف بقى كميه البشاميل كلها اللي كانت عندي هحطها فوق الوش، وزي ما قلت لك بقى ايه، ساوي كده وهو خفيف شايفينها، ما هوش تقيل يعني. بصوا شايفين ان البشاميل نازل ايه جوسي خالص. وزعي كويس عشان ايه، يبقى كلها طعمها قمر. وانا بقى ولا بحط جبنه موتزاريلا على الوش، ولا بحط بيض ولا صلصه ولا اي حاجه خالص. بس انا هحطها في فرن درجة حرارته عالية 10 دقايق من تحت و10 دقايق على الشواية، وطلعت قمر كده يا بنات، قمر تستاهل بقكم والله العظيم. بص عاملة ازاي، بص البشاميل كده ايه، تحفة. يلا بقى عايزاكم تشجعوني، انزلوا واعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس على الكل لو حابه يوصلك مني كل وصفه جديده. بص بقى الناس اللي بتخاف تحط بشاميل على المكرونه من تحت تقول هتلزق، لا ما بتلزقش. بصوا اهي، مفيش اي حاجه لازقه فيها، وكانت المكرونه دي النتيجه. شجعوني بقى وانزلوا اعملوا لايك وسبسكرايب عشان تشجعوني انزل فيديوهات اكتر. يلا اشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله، مع السلامة.